كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. احنا لسه راجعين مع بعض. بلاش بص، في حاجات كتير وقعت على الارض، ده اللي جاب لي انهيار عصبي دلوقتي. لسه راجعين مع بعض احنا الاتنين من الشغل، والفطار خلاص الساعة بس 5. الفلفل ده الوان ده قطع ازاي؟ صغير برضو؟ ممكن تقطعوا تسيبه كده. كده الحجم ده؟ قررت اعمل لهم مكرونة نجرسكو. طبعا دبسته عشان راجع معايا، قلت له يقشر لي يقطع لي، هو شاطر جدا في التقطيع. نفس الحجم ده كده؟ ماشي. وقطع لي بصلايه كبيره وفلفل الوان. وهنا حاطه ميه المكرونه، فيها ميه وملح بس. وهروح بقى دلوقتي اعمل معاكم الحشوه بتاعتها. جبت صدور وهعملها بقى مع بعض. هنا حطيت بقى حته سمنه، الطاسه الجديده اللي جايبها لي. ايه رايك في الطاسه دي؟ حلوه؟ جميله. تسلم ايديكم، تعيشوا وتجيبوا. يعني هي كده بسلق المكرونه. الاسباجيتي بتكون اللي هي الشرايح العريضه دي، فيها ملح بس، ما حطيتش زيت عشان بيخليها البشاميل ما يمسكش فيها. كده معايا الصدور غسلتها كويس، حطينا رشه ملح، فلفل. عايزه اقلب فيها عشان تاخد الصدمه الاول. هحط لها بقى البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت لها البصل، سيبها بقى تتشوح هي والبصل كويس. خلاص كده شوحت الفراخ مع البصل، وابتدي اضيف لها علبة مشروم. اللي ما بيحبش المشروم ممكن نستغنى عنه. شوحها كويس مع بعض وارجع لكم تاني. كده شوحتها كويس، هنزل عليها بقى بالفلفل الالوان. نشوحهم بقى مع بعض تشويحة كويسة. وصفيت المكرونة ونبتدي نعمل بقى مع بعض البشاميل. شوحتهم بقى، حطيت له كمان رشة فلفل كده صغيرة. انا ما بستخدمش غير الفلفل الاسود في الحشوة بتاعته. حطيت له شوية ملح. اللي اقول لكم يعني بتبقى تحفة. نجيبهم بقى كويس. معلقة صلصة بقى، وشوية عصير طماطم. هنا معلقة تانية. حط لها بقى شوية مية مغليين. استنى. كده حطيت لها بقى معلقتين سمنه وشويه زيت كده صغيرين عشان اعمل بقى البشاميل. الحشوه بتاعتها ما شاء الله ريحتها تحفه. واحط لها بقى 4 معالق دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقت خلاص جاهزه معانا الحشوه بتاعتنا. وهعمل بقى معاك البشاميل. كده حمرت الدقيق كويس. ممكن تعملوه ني في ني لو عايزينه ني في ني. وهنا اللبن اصلا كنت غلياه، كنت اقليه. تنزلي القشطه ما شاء الله جميله.
حط عليها كوبايه ميه من سلق المكرونه. حط عليها رشه فلفل اسود على البشاميل، رشه فلفل اسود ورشه فلفل ابيض بس، محطش بهارات تاني فيه. حطيت لها مكعب مرقه، دي منكهات للطعم ممكن تقدري تستغني عنها لو انتي مش حباها. فيها بقى شويه ملح. خلاص كده ايدك فيها بقى على طول عشان ما تكلكعش لحد ما توصلي للقوام اللي انتي عايزاه. ما شاء الله جميل، ولا فيه كلاكيع ولا اي حاجه خالص. هحط لها برضو شعرة كده شويه جبنه موتزاريلا، لو عندك شيدر اي حاجه ممكن تقدري تحطيها في البشاميل لو حابه ممكن. كده البشاميل جاهز معايا. هحط شويه هنا في المكرونه واقلبها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم عشان تبقى كلها شاربه كده من البشاميل. ده خلاص. هنا هحط شويه هنا كمان تحت. هقسم بقى نص المكرونه، ده كيس، هقسم نص فوق ونص تحت. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يا رب يصلح ما بين ايدينا. بتطلع تحفه. انا عندي عمرو واروى بيحبوها جدا. ادينا هحط الحشوه اللي انا حضرتها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتها ما شاء الله. انا بكتر الحشوه لان انا ما بعملش اي حاجه جنبها خالص. احط بقى المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. اغطيها بقى بيها كده ما شاء الله. سويت المكرونه بقى من تحت، حتى على البشاميل ممكن يفتح ياخد من تحت. بسم الله ما شاء الله. بدلت الصينيه، طلعت التانية صغيره معايا شويه، بدلتها بصينيه اكبر. ابتدي بقى احط الجبنه. ممكن بقى لو عندكم شيدر، يعني حسب الامكانيات اللي موجوده في البيت، بس انا هحط موتزاريلا بس. بسم الله ما شاء الله. هحطها في الفرن من تحت وبعدين ارفعها فوق 10 دقايق او ربع ساعه من تحت، وتاخد وش من فوق واقفل عليها. ما شاء الله كده خلاص. خليتها شويه تحت وبديها وش بقى واطلعها لكم. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حلاوه ويا جمال، يا حركات ويا تكات، جوسي وجميله وتجنن وريحتها مفحفحه وتحفه ما شاء الله. تحفه. بصوا يعني اللي عايزها شويه ممكن يستنى لما تبرد وتتقطع قطع عادي يعني. ما شاء الله تحفه. بصوا جميله وريحتها كمان حلوه قوي. تنفع طبق في سفرة رمضان في العزايم تجنن. ما تنسوش تحطولي لايك، وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. دعوة ليا من قلوبكم.